من سكن أما سكن جاد ما حصلتش على سكن. كسبت شحال من السكنه ما ديتش، ورانا زوج تاع مكفوفين، وراني انا وحده منهم كامله ووحده من الطفاع خوها. عندي شيبانيه ساكن معاها في حوش عواراتها تاع جدي، ماشي تاع بويا، مامبا تاع جدي. ايوا رانا دايرين سكن، ايوا ما خرجناش في لاريس، ما عرفتش السبب علاش. في بطيوه كانت عندنا 300 مديناها، هاد 300 هذه مديناها دون لا ترونسبارونس، ولا واحد ما يستحقش داها. لا كاين واحد ما يستحقش ودا قولوا لي عليه درك نحيها له. ولا شفتوا الفاسدين بلغوا عليهم، ولا شفتوا البزنسيه بلغوا عليهم. انا ندرس الطعون ولا نقول له علق القائمه النهائيه. انا مسؤول كما هو. انا راني نقول لك 300 انت ما وصلش الدور نتاعك، لانه كاين ناس يفوتوا قبلك اللي عايش في ظروف صعيبه وما عندوش. انا والله ما بخلتكم. الساده النواب انا هنا معنا ما كانش ساكن نستلمه ونخليه مغلق. الساكن اللي يستلم نوزعه، لاني ادرك ادراك اليقين ان الناس عايشه في ظروف سيئه جدا، ولا خلينا السكنات مغلقه والناس عايشه في هذيك الظروف يعني رانا نزيدوا في المعاناه تاع الناس، ورانا نتجاهلوا في المشكل الحقيقي تاع المواطنين. ما نخلي حتى سكن فارغ. ولكن في بعض الاحيان انا قلتها في قدام مره، انا قلت الطلبات كثيره وكثيره جدا تفوق يعني العرض اللي كاين. اصبروا معنا، والله العظيم رانا نخدموا، والله مانا متوقفين الى غايه، وسمعتوها من عند الرئيس ذاك النهار، مش انا قلتها. قال قسما بالله مانا متوقفين الى غايه الاستجابه الى اخر طلب تاع سكن. وقال باللي باش نصل ان شاء الله في المستقبل القريب الى اكثر حد 6 أشهر نستجيب للطلب تاع المواطن. هذا الرئيس يهضر. راه 250 ألف وحدة سكنية، 250 ألف وحدة سكنية أقرت في القانون المالية تاع السنة الماضية. هاد السنة هذه راكم سمعتوا الرئيس واش قال، إنجاز 2 ملايين نتاع وحدات سكنية في العهدة هذه. درك إلا كان يعني ما هاد الأرقام هذه ما تخليناش نسكنوا، حنا كاع واش بنينا في الجزائر منذ الاستقلال إلى سنة 2000، كاع واش بنينا ما لحقناش ل 3 ملايين وحده سكنيه. اليوم في موندان تاع رئيس في 5 سنوات نولينا نبنيو 2 ملايين سكن. لو بارك في الجزائر اليوم موش لاحق حتى ل 6 مليون. يعني ارقام مهوله، اموال مهوله الدوله راهي تسلطها. درك الا حبيتوا تسكنوا كاع نهار واحد ما كانش، ما نقدروش، لازم باريطاب. نوفمبر هذا رايحين نزيدوا نوزعوا تقريبا 3000 وحده سكنيه عبر الولايه. 11 ديسمبر نهايه السنه نزيدوا نوزعوا ان شاء الله. كل مناسبه تكون الا وفيه توزيع، انا من نهار جيت اليوم 2021 رانا قريب 30,000 وحده سكنيه يا جماعه. والله العظيم بغير الخير كاين الناس كل تسكن. انا نهضر معاكم مسؤول عن كلامي وعارف ما اقول. اصبروا معنا بشويه برك، والله الناس كل تسكن. ونقول لك حاجه، الناس اللي في الغبينه الكبيره، انا نقول لك باللي باش يعني في المستقبل القريب جدا يعني رايحين نستجيبوا للطلبات نتاعهم. الناس اللي في الغبينه الكبيره، الناس اللي شويه يصبروا معنا شويه كذلك. انا اليوم نرد لك الاعتبار وما نروحش حتى نفهمك. هيا اتفضل. انا عندي الدراري ساكن عند نسيبي، وراني صافي وصلت انا والزوجه في الطاده علشان ساكن، فهمني؟ ماشي خلع، وراني انا راني بات في كراش عند صاحبي. بارك الله فيك. كل الملفات راهي تدرس. الملف كي يدرس كاين برامج يمشيو عليه. ماهوش اللي عنده مشكل مع نسيبه ولا نديرو السكن. اللي فات اكثر من 700 استفاده نتاع السكنات الهش. 700 ساكن هش استفاد منه الناس اللي كانوا يسكنوا في مساكن غير لائقه على مستوى بلديه بطيوه. هذه ما عندهاش بزاف، هذه في لو 5 جوي. اليوم تقريبا درنا امبالياج وين قضينا على السكن الهش. ما كانش اول دائره ما فيهاش سكن الهش، بقى الساكن بالتنقيط. نسكنوك ان شاء الله انت وغيرك.
نسكنوك انت وغيرك. السلام عليكم. سيدي مرحبا بك السوا. لكن هذا الامر في ما يخص في السكن الاجتماعي كما حنا خدامين والحمد لله خدامين بالكونطراج سيدي ب6 شهور 3 شهور عام. المشكل تاعنا الساكن كي تقدم المره اللي فاتت درت مع رئيس البلديه تاعنا تاعي بيا قال لي الامر تاعك حتى ندوزو نشوفوا القضيه تاعك تاع الكونطرا تاعكم. ثم عندكم دي كونترا دو ترافاي والصالير تاعكم اكثر من 40,000 دينار يعني دونك عندكم دي صالير ملاح. شوف هو قانون 142/08 ما تحددش يعني يتحدد على الصالير وما قالش كونتراكتويال ولا ماهيش كونتراكتويال دونك يتحدد على الصالير دون مانيير جينيرال. هذا ان شاء الله الاشكال هذا راه طرحوه الساده النواب في العديد من المرات. القانون السيد الرئيس راه عطى الامر لمراجعه قانون توزيع السكنات. راه ان شاء الله يتراجع. نتمنوا ان شاء الله انه السنه هذه يكون منتهي باسكو موش مشكل غير تاعك، مشكل تاع فئات كبيره. نحن نتحدث على 24,000 دينار اليوم يعني افيك لي زوغمونطاسيون اللي داروا في لي سالير ما كانش واحد اللي يخلص 24,000 يعني الناس كل تخلص تقريبا اكثر من 24,000 ولهذا يعني تمد الامر باش يعاودوا يرجعوا القانون ان شاء الله. هذه فيها الحل قريبا ان شاء الله. السلام عليكم. وراني دايره السكن من 95 كسبت 9 عام السكنه ما ديتش ورانا زوج تاع مكفوفين وراني انا وحده منهم كاريه ووحده من الطفاعل خوها. قولي لي وين تسكني في بطيوه ولا في عين البيه؟ ان شاء الله.